السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في الرحمن سنتر، أهلا وسهلا بكم. أولا كده كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. إن شاء الله النهاردة هنكلمكم عن مجموعة من الإزاز البلدي. الإزاز البلدي أو الإزاز المصري اللي هو بيتحط في المطبخ، طبعا كنا اتكلمنا عنه في فيديوهين قبل كده وشوفنا أشكال. إن شاء الله النهاردة هنشوف أشكال كلها مختلفة وجديدة. لو بصينا طبعا على الازاز هنلاقي ازاز سعره رخيص بس شكله كويس. يعني لو بصينا مثلا على سبيل المثال على كوبايه شاي زي ديت، بيكون منها طبعا الشوب والشاي. كوبايه شاي زي ديت، ونبص على ديت. التانية دي طبعا تركي، يعني اكيد ممكن الخامة باينة شوية، بس طبعا لو حطينا الاتنين جنب بعض من بعيد هو مش هيبان إنه في فرق. طب بس لما اقرب كده هنلاقي في فرق طبعا في صفاء الازاز. بس الفكرة كلها ان انا جبت لك شكل كويس بسعر قليل. وطبعا دي ميزه من اللي موجوده عند الرحمن سنتر، ان هو بيبيع لك الحاجه بخامتها، او يديك الحاجه بسعرها اللي هي المناسب ليها. يعني مش بيديك الحاجه ويغشك فيها او يخدعك. ان شاء الله النهارده كده هنبص نظره سريعه على الاشكال الجديده ديت. اولا ده معانا الخشاف. كنا اتكلمنا قبل كده عن نطقم الخشاف وشوفنا الخشاف اللي بالطبق. ده بيكون طبعا طقم خشاف 6 بس، يعني لان الناس قالت طبعا احنا مش هنستفاد حاجه بالطبق، هو انا يعني هقدم بالطبق. فجبنا اللي هو 6 بولات الصغيرة زي ما حضراتكم كده شايفينها. طبعا الازاز لامع وازاز جميل جدا. الطقم سعره 95 جنيه. 6 بولات سعره 95 جنيه. 6 بولات كبار سعرهم 95 جنيه. لو بصينا كده على ديت، فاحنا بنلاقي 6 بولات زي كده سعرهم 67 جنيه. طبعا اسعار يعني ما شاء الله، اسعار منافسة وحاجات بديلة للازاز. طبعا الحاجات اللي فيها زخرفة وكده مش بيبان عليها، او مش بيبان فيها ان هي ازاز مصري. فدي يفضل لما تجيب ازاز مصري يكون مزخرف زي كده. لو بصينا على طقم بيكون 6 فنجان قهوة ب6 بالطبق. يعني شايفين اللمعان بتاع الطبق، يعني ديت البديل للتركي، او البديل طبعا للحاجات اللي اسعارها ارتفعت جدا. ان شاء الله هنعمل فيديو مخصص للكوبايات التركي والحاجات التركي طبعا بالاسعار، عشان نعرف الاسعار الجديده بتاعتها. لو بصينا سعره 68 جنيه. لو بصينا ادي، شايفين الكوبايه والجمال. مج شاي ب6 طبق، يبقى انا عندي 6 و6 سعره 65 جنيه. عندي برضو سعره 92 جنيه. 6 فنجان قهوة بالطبق بتاعه. دي تمشي شاي لانه كبيرة، انما دي ودي صغيرين. في طبعا الناس بتحب الشاي في حاجة صغيرة. لو بصينا بقى على شوب القصب للناس اللي بتحب القصب والناس اللي بتحب العصير وتشرب وتتوصى في رمضان، عندك الشوب 2 منه ب 34 جنيه. طبعا الناس اللي بتحب السادة موجود ب 31، والناس برضو اللي بتحب السادة المنقوش سعره 34 جنيه. ده بيكون الطقم فيه 2. لو بصينا كده على الناس بقى اللي بتحب الايس كريم وكده، طبعا تقليد لحاجة كريستال بوهيمي. ده تقليد ليه. يعني الاتنين سعرهم 49 جنيه. 2 في الطقم سعرهم 49 جنيه. قلت لكم لما تشتري ازاز مصري حاول تشتري الازاز المزخرف اللي زي كده، بحيث بيكون ما بيبانش فيه جودة الازاز قوي. فانت لو حطيته في النيش يعني هيدي شكل معاك روعة وجميل. لو بصينا برضو قلنا دول الاتنين 49. لو بصينا على حاجة زي كده الشياكة، وحاجة روعة جدا. يعني شكل مختلف اصلا. انت شايفها مقصوصة من فوق، هي كده معدولة، يعني انا مش تانيها، هي كده معدولة. لو بصيت اهي، شايف شغل عالي قوي. دي سعرها 88 جنيه. الستة سعرهم 88 جنيه. وشايفين صفاء الإزاز عامل ازاي. لو بصينا طبعا للناس اللي طبعا انا مش جايب مجات كتير، لان احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن المجات، بس ده شكل جديد اهو مع حضراتكم. سعرهم كام؟ 54 جنيه الستة. دول سعرهم عرض للناس اللي هيشرفونا هنا في السنتر 43 جنيه. اتفضلوا. شكل روعة وشكل جميل. لو بصينا برضو الناس اللي بتحب الشوبات، يعني بيبقى الشوبات اللي شبه الكريستال، ده سعره 69 جنيه. ده برضو بيكون سعره ده كله تقليد للحاجات البوهيمي، تقليد للحاجات الكريستال الأصلي. ما بيبانش فيها عشان الشغل اللي عليها. طبعا لما نحط الاتنين جنب بعض زي ما انا وريتكم كده في الاول، وقلت لكم من مزايا الرحمن ان هو بيقول لك الاصل اصل والتقليد تقليد. الاتنين هيبانوا. انما لما اجيب لك ما انا ممكن احط ده في علبة ده، والتاني ده اكبر واتقل، يعني عشان الازاز مش بيتاخد لا بالكبر ولا بالتقل.
لو بصينا برضو ادي حاجة زي كده، ان ده برضو شغل تقليد الكريستال او تقليد التركي. ان شاء الله هنتكلم عن التركي نفسه في فيديو مخصص بالاسعار الجديدة قريب ان شاء الله. ادي دوت الشوب. طب ممكن نجيب منه الشاي، يعني لو عايزين نعمل طقم. ديت شغل برضو تقليد للتركي، يعني دوت التقليد للتركي بأسعار كويسة جدا، يعني أسعار جميلة تتناسب يعني مع ان هي تتحط في المطبخ، بحيث لو اتكسرت ما بنزعلش عليها. كنا قلنا دي سعرها 84 جنيه، دي سعرها 63 جنيه اللي هي الصغيرة، ديت سعرها 63 جنيه. في حين ان التركي منها سعرها اصغر منها واخف منها. وقلنا طبعا الازاز لا بالتقل ولا بالكبر والصغر. ديت بسعرها 125 جنيه. ده على سبيل المثال، ان شاء الله هنعمل فيديو مخصص للكلام ده. دي برضو سعرها دي سعرها 73 جنيه، والكبيرة منها سعرها 95 جنيه. بيكون دي برضو سعرها 84 جنيه اللي هو شوب الفيروز. دي كانت حاجة بسيطة جدا. طبعا ان شاء الله يعني هنوريكم برضو حاجة كده بسيطة. لو بصينا كده هنا، فانت عندك برضو بونبونيرة زي كده. اتفضلوا كده البونبونيرة دي، بونبونيرة كبيرة، ازازها صافي، غطا اهو. البونبونيرة سعرها 65 جنيه. طقم كاندي زي دوت بيكون سعره 175 جنيه، ده عرض طبعا. فازات وحاجات كده، اللي هو الازاز اللي بيكون رخيص. وطبعا الكلام ده فيه منه اشكال كتير، يعني الازاز ده فيه منه اشكال كتير. وعشان ما نطولش على حضراتكم، طبعا نورونا في السنتر او ابعتوا لنا على الواتس، نبعت لكم الاشكال التانية الكتير اللي موجودة. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.